السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بيتفنش دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. 4 مجموعات فنشوا الدنيا امبارح، وبكده كل المتأهلين وكل الهابطين للدوري الأوروبي وكل اللي تم إقصائهم من دوري أبطال أوروبا اتضح. أتلتيكو مدريد عزز صدارته لمجموعته وتأهل كمركز أول، وبكده بيضمن ان هو يواجه فرقة خفيفة في دور ال16. في نفس الوقت لاتسيو اللي جه وراه على طول تأهل كمركز تاني، وفينورد اللي تأهل للدوري الأوروبي. مجموعة الموت بقى اللي كانوا عمالين يحدفوا السيناريوهات لبعض وكانوا بيحدفوا العشم لبعض وياخدوه من بعض كل شوية. كان بروسيا دورتموند متعادل سلبيا مع باريس سان جيرمان وفرص مهدرة من الطرفين لحد ما نيوكاسل اتقدم 1-0 على الاي سي ميلان. الوضع ده بيأهل نيوكاسل لدور ال16 مع بروسيا دورتموند، لحد ما بروسيا دورتموند عشم نيوكاسل اكتر وراح جاي ضارب الجون الاول في باريس سان جيرمان. فبالوضع ده باريس سان جيرمان اصبح بعيد، وساعتها نيوكاسل يونايتد بقى متعشم اكتر وضامن التأهل اكتر لدور ال16 مع بروسيا دورتموند، لحد ما الاتنين بيضربوا التعادل في فترة زمنية قصيرة. باريس سان جيرمان بتجيب جون التعادل في دورتموند، والميلان بتجيب جون التعادل في نيوكاسل يونايتد. بيرجع السيناريو لتأهل باريس سان جيرمان بجانب بروسيا دورتموند بفرق عدد الاهداف مع الميلان، لحد ما الميلان ضرب الجون الثاني في نيوكاسل يونايتد، فبالتالي بقى ضامن ان هو يتأهل على حساب باريس سان جيرمان. ولكن بيتفاجئ ان باريس سان جيرمان متفوق بفرق عدد الاهداف، فبالتالي الاتنين متساويين في عدد النقط ب8، وباريس سان جيرمان متعادل، واي سي ميلان نفس الموضوع بس فرق عدد الاهداف مش منصف، فبالتالي باريس سان جيرمان متأهل بفرق عدد الاهداف. كيليان امبابي بعد ثرو مزيكا جاب الجول الثاني بس اتلغى بسبب التسلل. خلصت الماتشات على كده، فبالتالي باريس سان جيرمان تأهل لدور ال16 بجانب بروسيا دورتموند في سيناريو يحرق الدم ويحسر للميلان لانه جايب نفس عدد النقط بس فرق عدد الاهداف يزعل يا صاحبي. وكده نيوكاسل يونايتد تم اقصائها تماما، لا هتنزل دوري اوروبي ولا حتى هتكمل في دوري ابطال اوروبا. وزي ما انا قلت لكم صعدوا لدوري الابطال بدل ليفربول على الفاضي، وليفربول لو كان صعد الموسم اللي فات دوري ابطال كان هيعمل حاجه من نفس المجموعه دي، كان هيتاهل ومركز اول كمتصدر كمان. مانشستر سيتي بقى اللي قدموا ماتش ممتع، خلص 3-2 قصاد لايبزيج. تدوير مكثف دفع بيه بيب جوارديولا، من ضمنهم لاعب شاب لسه صاعد من الأكاديمية اسمه هاميلتون، والواد ده جاب جون. الواد ده في يوم من الأيام كان حامل كرات في ملعب مانشستر سيتي اللي هو ملعب الاتحاد، الكاميرات كانت جايباه، والنهارده جوارديولا بيصعده من الأكاديمية يلعب ماتش أساسي لأول مرة في حياته في دوري أبطال أوروبا. تخيل مدى حبك لمدرب بيديك الفرصة ان انت تلعب ماتش اساسي في دوري الابطال. هو انت كده كده حاسم التأهل كمتصدر، فبتدي الفرصة للاعب صغير زمانه معرف ابوه وامه واخواته والشارع عندهم بقى واصحابه كلهم، يا جماعه انا هلعب النهارده اساسي في دوري الابطال، كلكم تتفرجوا على الماتش وتشجعوني. يعني انا متخيل مدى الضجه اللي الواد ده زمانه عاملها علشان خاطر لعب في الماتش ده اساسي. ومش بس كده، ده سجل جون كمان في الماتش ده ودخل التاريخ، وفي نفس الوقت اكيد كل الناس مبسوطه بيه اللي هو قايل لهم تابعوني واتفرجوا عليا وكده. يعني لايبزيج طبعا تأهل كمركز تاني. اليونج بويز نزل دوري اوروبي. اليونج بويز متأهل للدوري الاوروبي ب4 نقط، وعندك نيوكاسل يونايتد 5 وما تأهلوش للدوري الاوروبي. حظوظ يابا. برشلونه بقى اللي شكل تشافي اتعدى من تين هاج، الماتش الثاني على التوالي اللي بيخسره. الماتش اللي فات قصاد جيرونا في الدوري الاسباني، والماتش ده بيخسره برضه. جاب للمتزايل ال3 نقط اليتيمين في المجموعه دي كلها. طبعا برشلونه متاهل كمركز اول، يبوس ايده وشه وظهر ان فرق الاهداف نصفه، لان برشلونه لو كانت اهل مركز ثاني كان هيلبس في دور ال16 في فرقه تقيله، وبكده يبقى النحس مش بيفرق برشلونه. بورتو تأهل كمركز ثاني، وطبعا شختار نزلت للدوري الاوروبي. طيب تعالوا نجيبوا كده توقعاتي لدور المجموعات ده ايام القرعه من 3-4 شهور، ونشوف التوقعات صابت بنسبه كام وايه اللي خيش معانا. يلا بينا يا صاحبي. واعتقد بنسبه 99% بايرن ميونخ واليونايتد هيتأهلوا من المجموعه دي. طبعا كنت واثق قوي وانا بقول اليونايتد جنب بايرن ميونخ. ما خد بالك
الكلام ده كان من 3 4 شهور في الفتره اللي كان اليونايتد لسه ما وقعش فيها يعني. ف يعني اعذروني. طبعا بايرن ميونخ كده كده كان لازم يتاهل. طبعا اتاهل كوبنهاين مكان مانشستر يونايتد كمفاجاه بالنسبه لبدايه التوقعات، اما بالنسبه للوقت الحالي فده العادي يعني، لان اليونايتد مستواهم وحش خالص وعندهم مشاكل. نكمل. المجموعه دي محسومه يعني، اشبيليا وارسنال اعتقد بنسبه 99 متاهلين، نفس المجموعه الاولى بالظبط. ماتشات سهله بالنسبه للفرق الكبيره اشبيليا وارسنال، ماتشات صعبه بالنسبه لايندهوفن ولانس. طبعا ما تنساش ان انت تعمل حسابك في 1% من ال 99 دول، ال 1% اللي فاضل ده مفاجاه، لانه وارد جدا تبص تلاقي ايندهوفن اتاهلت على اشبيليا او على ارسنال، ممكن تلاقي الفرقه الاخيره لانس دي اتاهلت على اشبيليا او ارسنال، كل شيء وارد. وده اللي حصل، مفاجاه. كنا حاطين نسبه مفاجات. طبعا اتاهل من المجموعه دي ارسنال والبي اس في واشبيليا حصاله وطلعت خالص كده، تاني غلطه يعني، كده يعتبر 2 من 4. بنسبه 99% نابولي وريال مدريد لدور ال 16. ريال سوسيداد دي يعني الريال ونابولي دي مش محتاجه كلام كده يعني، الاثنين صح يعني، كده يعتبر 4 من 6، غلطتين و4 صح من اصل 6، 4 من 6. اكيد ما تتقارنش ببنفيكا وسالزبورج من ناحيه الخبره في دوري الابطال، لان الناس دي كل موسم موجودين في دوري الابطال، وده العنصر الاساسي اللي انا هعتمد عليه في توقعي ان ريال سوسيداد خارج التاهل لدور ال 16. انا شخصيا اتوقع تاهل بنفيكا الى دور ال 16 بجانب انتر ميلان من المجموعه دي. توقعت من المجموعه دي انتر ميلان وبنفيكا، ما حطيتش ريال سوسيداد في الحسبه خالص. طبعا ريال سوسيداد اتاهلت من المجموعه دي يعني، كده غلطه كمان من اصل 8 و5 صح يعني، كده 5 من 8 و3 غلطات. ماشي اللي بعده. فاعتقد دي تاهل اتلتيكو مدريد ولاتسيو مضمون. بالظبط دي بقى الاثنين صح، اصل دول متواضحين يعني كده جايبين 7 من 9. لا كام احنا قلنا 5 و2، 7 من 10 بقى، 7 من 10. واقع الخبره وواقع الثبات وواقع المقارنه بالاخصام، ما اعتقدش ان نيوكاسل يقدر يتاهل. ما تدققوش قوي في توقعات الناس كلها بشكل عام في المجموعه دي، لان صعب جدا حد يتوقع الاثنين صح الا بقى لو هي ظبطت معاه يعني. اكيد لما كل واحد في العالم يتوقع تاهل اثنين لازم هتيجي مع واحد صح يعني، ده هتيجي مع ملايين صح كمان. وحياتك الكلام ده صح على فكره، المجموعه دي فعلا كان صعب فيها التوقع، لذلك انا سبتها مفتوحه يومها. باريس سان جيرمان برضه ممكن ما تتاهل، ده ميسي مشى ونيمار مشى، ما فضلش غير مبابي اللي علاقته بايظه بالنادي والدنيا متدربكه. والله العظيم باريس سان جيرمان برضه ما تضمن تتاهل يعني، ممكن رحيل ميسي ونيمار يؤثر بشكل رهيب في مستوى باريس سان جيرمان في الابطال. هو اثر فعلا على فكره يعني، ده لولا شويه الحظ بس وفرق الاهداف ما كانتش باريس اتاهلت على فكره، ولولا ان الميلان وقعت نيوكاسل بس وجون التعادل ده ما كانتش اتاهلت. بص تعالوا نحط بروسيا دورتموند من اللي مش عارف، انا مش عارف. طب بص والله ما متوقع، مش هعرف، مجموعه صعبه ما حدش يعرف يحط لها توقع، اللي هيحط لها توقع هيقول اي كلام، هتبص تلاقي احمد ومحمد ومصطفى وعلي وحسام ومش عارف مين، واحد يقول لك بروسيا وباريس، واحد يقول لك بروسيا والميلان، واحد يقول لك بروسيا ونيوكاسل، واحد يقول لك باريس ونيوكاسل، مش هتيجي مع واحد صح. فما علينا، مانشستر نحسب دي ولا ما نحسبهاش؟ بلاش نحسبها زي ما احنا 7 من 10. سيتي ولايبزيج متاهلين من المجموعه، مش مستاهله يعني. دي السيتي ولايبزيج فعلا كلامي صح، كده حط 2 على 7 من 10 يبقى كده 9 من 12. فبرشلونه الى دور ال 16 وواحد ما بين بورتو وشختار الى دور ال 16. انا قلت برشلونه وواحد من بورتو وشختار. طب نحسبها ايه دي؟ نحسبها 2؟ نحسبها 2 كده 11 من 14. اعتقد يمكن بورتو ثابته اكتر، ويمكن بورتو يعني هتبقى جاده اكتر ومتمرسه، فاعتقد بورتو الدور ال 16 بجانب برشلونه. بس جبنا 11 من 14، حلو قوي. 3 توقعات غلط بس من اصل 14 فريق المفروض يتأهلوا، خلاص كده تمام. مانشستر سيتي خد بالك بيجيب الرقم القياسي لليفربول كتاني فريق انجليزي يحقق العلامة الكاملة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. ليفربول عملها قبل كده في موسم 2020 لما كانت المجموعة مولعة، أيام ما كان فيها أتلتيكو مدريد والميلان وتقريبا وباريس سان جيرمان، تقريبا كانت مجموعة صعبة، كانت مجموعة الموت وقتها. ليفربول أخدها بالعلامة الكاملة، تقريبا باريس ما كانتش موجودة، كان بين أتلتيكو والميلان وبورتو تقريبا، أيوة بورتو
الليفر خدها وقتها بالعلامه الكامله. فالسيتي حقق العلامه الكامله الموسم ده كتاني فريق انجليزي. وعموما هم فريقين بس اللي حققوا العلامه الكامله الموسم ده، ريال مدريد ومانشستر سيتي. ايدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد بيقول هناخد خروجنا من دوري ابطال اوروبا ده كحافز لينا في الدوري. طبعا كله قدر ان هو يتاهل بفريقه في المسابقات الاوروبيه ما عدا الاثنين التعساء، مدرب نيوكاسل يونايتد وتين هاج مدرب اليونايتد. الباقي كله تاهل للادوار القادمه، سواء ارسنال، سواء مانشستر سيتي، سواء ليفربول، سواء برايتون، ويست هام يونايتد، استون فيلا، كله تاهل ما عدا الاثنين دول. بيدرو بيتسال تحب تواجه مين في دور ال16؟ قال برشلونه، مع ان برشلونه فريق صعب. مالكم طمعانين في برشلونه ليه؟ عشان كل موسم بتطلع يعني من الادوار الاقصائيه بسهوله؟ لا، برشلونه الموسم ده الوضع هيكون مختلف. في نفس الوقت ساري مدرب لاتسيو بيتمنى مواجهه برشلونه برضه، بيقول ما واجهتهمش من زمان، هتكون مواجهه ممتعه. يا راجل، ولا انت عشان يعني برشلونه بقى لها كذا موسم بتطلع بسهوله؟ ما تقلقوش، برشلونه الموسم ده هتكون عناديه شويه. طبعا القرعه يا جدعان يوم الاثنين، وقبل يوم الاثنين هكون محضر لكم القرعه اللي بنعملوها كل موسم، اللي هي مع بعضينا اللي بيبقى تسالي دي، هعملها لكم قريب جدا باذن الله، يعني ممكن خلال يوم بالكتير ولا حاجه وهنزل فيديو القرعه ده. عندنا مواجهه النهارده في الدوري الاوروبي ما بين ليفربول وفريق سانت البلجيكي. ناخد اهم الاخبار المتعلقه بالماتش. مبدئيا 4 اساسيين هيغيبوا عن ليفربول بغرض الاراحه. عادي، مرضيين يا عم كلوب، كده كده احنا قلنا في الفيديو اللي فات نفوز بس في الماتش بتاع كريستال بالاس، وعندك كده كده انت حاسب نفسك كمتأهل كمتصدر، فانزل باخواتك او بعيالك الصغيرين. محمد صلاح، الكسندر ارنولد، فيرجيل فان دايك واليسون بيكر رسميا الاربعه خارج المباراه بالكامل، بره القايمه، ما سافروش اصلا مع ليفربول. كلوب اختار ان هو يريحهم علشان يجهزهم لماتش اليونايتد. مش مستاهله يا عم كلوب والله، اليونايتد جاي لوحده واقع اصلا وحاله لؤم، فانت اصلا لوحدك هتبلعهم، فبتريح لهم صلاح واللعيبه، انت كده بتزودها عليهم. يعني بلاش ياخد ثقه زياده برضه، اللي يحصل مفاجاه ولا بتاع. كانوا داخلين الموسم اللي فات بثقه قدامنا قوي، رزعناهم 7-0، فالله اعلم يمكن يروحوا جايين مفاجئنا ولا بتاع. يورجن كلوب بيؤكد استمرار غياب ماك أليستر سواء في الماتش ده وسواء في ماتش مانشستر يونايتد، الاصابه لسه مع يعني مكمله معاه شويه. في نفس الوقت يورجن كلوب بيؤكد ان العمليه الجراحيه لجويل ماتب نجحت بانتظار نهايه البرنامج الاستشفائي. خلاص بقى، سلام عليكم لحد كده، يعني صباح الفل. ماتب يعني بمجرد ما يرجع هيكون غادر ليفربول. في تقارير صحفيه بتقول ان ليفربول تواصل مع لايبزيج بشكل رسمي وطلب منهم قطع اعاره كارفاليو، والسبب ان هو ما بيلعبش عدد دقائق كافي، بيلعب وقت صغير. ولكن لايبزيج بمجرد ان كلوب او ليفربول ارسلت البيان ده، راحوا جايين منزلينه في الماتش بتاع الشامبيونز ليج اساسي على طول، اللي هو اخر ماتش اللي هم بيقولوا احنا بنلعبه اساسي اهو، بس هو مش القصد، هو القصد ان الماتش كده كده محسوم. يعني في تقارير صحفيه بتقول ان النصر السعودي عاوز تريزيجيه من طرابزون سبور التركي، وده معناه ان كريستيانو رونالدو هيزامل تريزيجيه في حال ان الصفقه تمت باذن الله يعني الفتره الجايه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.